في الفيديو دوت انا هعرفك كل ادوات الاي اي اللي موجوده في بريمير عشان تعرف تبقى اسرع، تعمل فلوس اكتر، وكمان تواكب كل اللي بيحصل حواليك. لان خد بالك السوق مش هيفرق معاه ان انت اشطر واحد ولا ان انت اكتر واحد كرييتيف، وانت لو ما تعرفش الادوات دي هتبقى كانك بتتمشى في سوق كله بيجري فيه. فكل اللي انت محتاجه عشان تنافس في السوق ده ان انت تبقى اسرع، وده بالظبط اللي الاي اي هيحققه لك. فيلا بينا عشان ما اطولش عليك. اول اداه هي الريميكس تول. الاداه دي وفرت عليا ساعات كتيره جدا من التدوير على باك جراوند ميوزك، بس الحمد لله انا دلوقتي بطلت استخدم اغاني وبقيت استخدم حلال ميوزك بس، واللي هي تعتبر زي الهمهمات والاناشيد، بس الحمد لله باصوات ناس فقط. فانت لو بتستخدم اغاني دي بتاعتك انت مش بتاعتي انا. وانا في الاداه دي هقول لك على طريقتين تقدر تستخدمهم بيها. اول طريقه اللي هي الناس معظمها بتستخدمها وبتقولها في فيديوهاتها، والطريقه الثانيه اللي وفرت عليا مجهود ووقت كبير جدا واللي محدش هيقول لك عليها. اول واحده ان انت لو عندك مقطع فيديو مدته 5 دقائق والاغنيه بتاعتك خلصت بعد 4 دقائق بس، في العادي ان احنا كنا بناخد الاغنيه ونكررها تاني ونحاول نظبطها بحيث ان هي ما تبانش القطعه فين بالظبط. لكن دلوقتي كل اللي عليك تعمله تدوس على الاداه بتاعت الريمكس تول وتشد الاغنيه لغايه اخر الفيديو. اسمع كده. تاني طريقة بقى واللي أنا باستخدمها واللي هي إن أنا باخد الأغنية وأقسمها لأكتر من مقطع. أول مقطع بيبقى الجزء الهادي فيها، تاني مقطع بيبقى جزء عالي، تالت مقطع بيبقى جزء هادي بس مختلف عن الأولاني مثلا، وباخد كل مقطع لوحده وبستخدم الأداة ديت، وبيبقى كأني عندي 3 أغاني مختلفة عن بعض. وفي نص الفيديو كده أحب بس أقول يا جماعة إن بجد الفيديوهات دي بتاخد مننا مجهود كبير جدا أنا وفضل، وأتمنى إن أنتوا تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو دوت. تاني أداة معانا هي الدوكينج. قبل الاداه دي ما تتعمل كان العادي ان انت لو عندك فيديو في حد بيتكلم ويسكت ويتكلم تاني، وعندك باك جراوند ميوزك وعايز توطي الاغنيه في الحته اللي هم بيتكلموا فيها وتعليها في الحته اللي هم ساكتين فيها، كنا العادي ان انت بتخش تعمل كي فريمز واحده بواحده، تعلي هنا وتوطي وتعلي وتوطي، ده كان بياخد وقت ومجهود كبير جدا خصوصا لو الفيديو طويل. دلوقتي كل اللي عليك تعمله ان انت تدخل على الاسينشال ساوندز، ولو مش لاقيها تدوس على ويندو هتلاقيها موجوده قدامك هنا بالظبط، وتاكد ان الاوديو اللي هم بيتكلموا فيه متحدد كديالوج والاغنيه متحدده كميوزك، وهتنزل لتحت تفعل الدوكينج وتظبط الاعدادات بتاعتك، عايز الصوت يقل قد ايه، يقل بسرعه ولا يقل على مهله، وندوس على جنريت كي فريمز وهتلاقيه اتعمل لوحده. تالت اداه معانا وهي الجنراتيف اكستند. تخيل معايا لو انت شغال على فيديو لعميل وعايز تحط له بي رول وهو شغال، ولقيت بي رول كويسه جدا والشخص اللي فيها تقريبا شبه العميل بالظبط، بس مشكلتها ان هي لو كانت اطول سنه، وده اللي الاداه دي حلته. لو انت عندك فيديو خلاص وانت كنت محتاج تطوله سنه بس، كل اللي عليك تعمله ان انت تدوس على جنراتيف اكستند وتمده شويه وبيطلع مظبوط جدا ومش بيبان عليه خالص ان هو اي اي، بس للاسف مشكلته ان هو اخره يمد ثانيتين بس، دي ان شاء الله مشكله وقت والايام الجايه ناخد بالنا ان المده بقت اطول. رابع واخر اداه هي السين اديت ديتكشن. الاول لو انت كان عندك فيديو فيه كذا مقطع وانت عايز تاخد منهم مقطع وكذا مقطع منهم، فانت العادي ان انت كنت بتيجي تقطع من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال وتاخد الحته اللي في النص وتحاول تظبطها بحيث ان المشهد اللي وراها ما يطلعلوش فريم كده ولا كده. دلوقتي انت مش محتاج تعمل كده خالص، كل اللي عليك تعمله ان انت تدوس كليك يمين على الفيديو اللي انت عايز تقطعه وتختار سين اديت ديتكشن، وبريمير هيحلل لك الفيديو ويقطع لك كل المشاهد ويفصلها عن بعضها، ولو عايز ممكن يحط لك ماركر كمان على كل قطعه فيه. وفي اخر الفيديو كده اتمنى بجد يا جماعه ان انتوا تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه عشان بجد الفيديوهات دي بنتعب فيها انا وفضل. اعمل سبسكرايب بجد. لا مش كده. ايه لا اعمل سبسكرايب. اعملوا سبسكرايب يا جماعه، شكرا.